نعم، احنا عندنا عموما اتصال الحين مع الصحفي محمد لشيب من جريدة العرب القطرية. محمد مرحبا. مرحبتين، كيف الحال يا محمد؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، ربنا يخليك. الله يسلمك، يا هلا وسهلا. احنا سعيدين بتواصلك معنا عبر برنامج اطياف. الله يبارك فيك. الله يسلمك. اكيد يعني من خلال قيامك بالتحقيقات الكثيره حول هذا الموضوع وتغطياتك عن الطرق واللي قاعد يصير بشوارع الدوحه، يعني ما انواع الشكاوي اللي تتلقاها من قبل الناس، من قبل المحيطين. خلينا انك انت بعيد عن الصحافه، كمواطن موجود في هذه الدوحه الجميله. أنا كمقيم في هذه الأرض الطيبة طبعا من خلال متابعتي عن قرب طبعا من خلال عملي كصحفي لهيئة الأشغال العامة، فممكن أولا فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الهيئة والصحافة اللي تفضل بها، يعني كآخر فكرة انتهيت إليها في حواركم، فأنا أقول يعني من بين المؤاخذات اللي ممكن أنا أتصورها كصحفي في علاقة أشغال بالجمهور عموما مش الصحافه على وجه الخصوص، هو اقتصار الهيئه على شكل واحد من اشكال التواصل وهو الصحافه الورقيه، ثم الموقع الالكتروني الذي طور اخيرا، لكن المطلوب من اشغال بحكم كون عملها اكثر ارتباطا واكثر رسوخا يعني بالمجتمع، بالمواطنين، بالمقيمين، بقضاياهم اليوميه، المفروض ان تكون اشغال اقرب ما تكون الى الجمهور، وذلك من خلال ابتكار وابداع اليات تواصليه جديده، وهذا طبعا مسؤوليه جسيمه ملقاه على عاتق اشغال حتى تعالج كثير. انا مقتنع تماما انه كثير من المشاكل التي تعانيها اشغال هي بسبب ضعفها في التواصل، وارجو ان تتقبل هذه النقطه يعني كنصيحه اخويه مني لهيئه اشغال. لكن دعيني يعني اختصر، هي هناك كثير من الملاحظات عندي، نعم. لكن ارجو بسبب ضيق الوقت ان اقتصر على ملاحظتين اساسيتين. نعم. الملاحظه الاولى تتعلق بالبناء الداخلي للهيئه، فكثير من الشكاوي التي تلقيناها في جريده العرب تتعلق بان الموظفي الهيئه، لا اقول كلهم لكن حالات كثيره وردت الينا انهم غير مرتاحين للبيئه الداخليه، ونحن نعلم انه توفير البيئه الداخليه الجيده للمهندس، للاطار، للموظف عنصر اساسي لكي يعطي في عمله، لكي يبدع، لكي ياتي باشياء جديده، فانعدام هذه البيئه الداخليه سواء من خلال الهيكل الجديد للهيئه او من خلال التسكين، الان مجموعه من الحالات، مجموعه من التظلمات من التسكين الجديد. انا اعطي نموذج لهيئه هي مقاربه لهيئه الاشغال، هي هيئه التخطيط والتطوير العمراني. لما قامت بتسكين الموظفين يعني قامت بورش مفتوحه، وانا حضرت جزء منها رغم ان الصحافه لم تكن مدعوه اليها، ووقفت كيف ان الموظفين يتحدثون بكل صراحه مع المدير العام بكل شفافيه ويطرحون كل المشاكل اللي عندهم في خاطرهم. فانا ارى ان هذا العنصر غائب نوعا ما من اشغال، ممكن بحكم عدم اطلاعي ممكن ان يكون حاصل، لكن حسب معرفتي ان هناك تظلمات، هناك بعض الاستقالات التي تقع داخل الهيئه، وهذا للاسف سيؤثر على عمل الهيئه وبالتالي يؤثر على مشاريعها. نعم محمد. نعم. محمد، اذا انت يعني تتوقع ان هيئه الاشغال بدل انها تنجز شغله مفيده تحس انه زادت الزحمه المروريه والاختناقات المروريه في شوارع الدوحه بسبب انه المشاريع صارت بطيئه جدا، او انه ما في مثلا مراقبه على بعض الشركات اللي تسلم ان الواحد ممكن ينجز هذه الاعمال؟ نعم. هذا رايك محمد؟ لا هو لابد ان ننظر الامر في شموليته، طبعا الدوله لا زالت في طور التنميه، في طور التطوير العمراني، وبالتالي يعني نسبة ما مقبول ما يصدر الآن بحكم أن كل الأمور هي جديدة، الطرق جديدة، الجسور، الأنفاق، يعني كل هذه الأمور هي مشاريع واعدة في الدولة، وبالتالي لابد للمواطن والمقيم أن يتفهم هذا. لكن من جهة ثانية يعني كان من المفروض ومن المتوقع أن تكون المشاريع بطرق أفضل. طبعا الإنسان بطبيعته يسعى إلى ما هو أفضل، لا يمكن أن نقبل بالوضع الحالي وإلا سنكون يعني محبطين ويعني غير إيجابيين، وبالتالي فسعينا نحو هذا الأفضل أن تكون. مثلا أنا عندي ملاحظة يعني بسيطة حول المشاريع، مثلا كل مشروع سواء طريق أو بناية معينة أو كذا لابد أن يعلم الجمهور بتاريخ بداية هذا المشروع وتاريخ نهايته. أنا كمواطن أو كمقيم
في شارع معين أعرف هذا الطريق متى حينتهي الطريق بالضبط وبالساعة، حتى تكون عندي القدرة على متابعة الهيئة، على متابعة المقاول، على متابعة الشركة المنفذة، وهذا غير حاصل. فكثير من المشاريع وقفنا عليها. مثلا أعطي مثال شارع بن قيس، عاصم بن قيس. هذا الشارع كان من المفروض انا عملت حوله تحقيق ورحت والتقيت بالسكان والتقيت بالمهندس والشركه المنفذه، وجدت كثير من المشاكل. سببها هو اولا غياب التخطيط الجيد المسبق، وبالتالي يفاجئ المهندس. مثلا الحاله اللي قلت لك ان المهندس فوجئ بان شبكه الصرف الصحي غير مناسبه، وبالتالي اضطر الى اعاده شبكه الصرف الصحي، وبالتالي تاخر المشروع، وهذا كان على حساب الناس الساكنين في هذا الشارع. زادت معاناتهم، خاصه أن المشروع كان في فصل الشتاء. وبالتالي أنا كمواطن أو كمقيم إذا عرفت أن هذا المشروع راح يبتدي في التاريخ الفلاني وينتهي في التاريخ الفلاني، خلاص سأقبل بهذا الوضع. لكن إذا كان عندي وعد بأن هذا المشروع سيخلص في غضون شهر وانتهى 3 شهور أو 4 شهور وما زال المشروع مستمر، فهذا يشكل بالنسبة لي إحباط، وسوف لن أتقبل هذا الامر يعني بروح رياضيه. احنا اكيد في النهايه نتمنى يعني ان شاء الله كل هالمشاريع تنجز، وفي النهايه المواطن اللي موجود والمقيم يستفيد والدوحه تكون جميله. ومثل ما قال انه هذه سنه فيها بنيه تحتيه، فيها شغله انه اذا ما تبنى الحين وما صارت كل هالامور ما راح تصير بعدين. صحيح. عموما شكرا يا محمد، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في عملك، ويا رب ان شاء الله تتابعنا دائما. شكرا على هذه التغطيه الطيبه. تسلم يا محمد. مرة ثانية نرجع للأستاذ محمد. طبعا هذا رأي الصحافة، فبإمكانك أكيد أنك أنت ترد عليهم طبعا بحقائق أكيد موجودة معك. أكيد طبعا الأخ محمد طبعا من الصحفيين النشيطين، وطبعا هو يغطي أخبار الهيئة، بس يمكن أختلف معانا في نقاط كثيرة بحكم أنه احنا صار لنا 3 سنوات مثل ما قلت لك. صحيح. الأخ محمد طبعا ما صار له يمكن أكثر من أشهر في قطر بالضبط، مع افتتاح جريدة العرب الغراء بكل شفافيه، ويطرحون كل المشاكل اللي عندهم في خاطرهم. فانا ارى ان هذا العنصر غائب نوعا ما من اشغال، ممكن بحكم عدم اطلاعي ممكن ان يكون حاصل، لكن حسب معرفتي ان هناك تظلمات، هناك بعض الاستقالات التي تقع داخل الهيئه، وهذا للاسف سيؤثر على عمل الهيئه وبالتالي يؤثر على مشاريعها. نعم محمد. نعم. محمد، اذا انت يعني تتوقع ان هيئه الاشغال بدل انها تنجز شغله مفيده، تحس انه زادت الزحمه المروريه والاختناقات المروريه في شوارع الدوحه بسبب انه المشاريع صارت بطيئه جدا، او انه ما في مثلا مراقبه على بعض الشركات اللي تسلم ان الواحد ممكن ينجز هذه الاعمال؟ نعم. هذا رأيك محمد؟ لا هو لابد أن ننظر الأمر في شموليته. طبعا الدولة لا زالت في طور التنمية، في طور التطوير العمراني، وبالتالي يعني نسبة ما مقبول ما يصدر الآن، بحكم أن كل الأمور هي جديدة، الطرق جديدة، الجسور، الأنفاق، يعني كل هذه الأمور هي مشاريع واعدة في الدولة، وبالتالي لابد للمواطن والمقيم أن يتفهم هذا. لكن من جهة ثانية يعني كان من المفروض ومن المتوقع أن تكون المشاريع بطرق أفضل. طبعا الإنسان بطبيعته يسعى إلى ما هو أفضل، لا يمكن أن نقبل بالوضع الحالي وإذا سنكون يعني محبطين ويعني غير إيجابيين، وبالتالي فسعينا نحو هذا الأفضل أن تكون. مثلا أنا عندي ملاحظة يعني بسيطة حول المشاريع. مثلا كل مشروع سواء طريق أو بناية معينة أو كذا لابد أن يعلم الجمهور بتاريخ بداية هذا المشروع وتاريخ نهايته. أنا كمواطن أو كمقيم في شارع معين أعرف هذا الطريق متى حينتهي التاريخ بالضبط وبالساعة، حتى تكون عندي القدرة على متابعة الهيئة، على متابعة المقاول، على متابعة الشركة المنفذة، وهذا غير حاصل. فكثير من المشاريع وقفنا عليها. نعم، احنا عندنا عموما اتصال الحين مع الصحفي محمد لشيب من جريدة العرب القطرية. محمد مرحبا. مرحبتين. كيف الحال يا محمد؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، ربنا يخليك. الله يسلمك، يا هلا وسهلا. احنا سعيدين بتواصلك معنا عبر برنامج أطياف. الله يبارك فيك. الله يسلمك. اكيد يعني من خلال قيامك بالتحقيقات الكثيره حول هذا الموضوع وتغطياتك من يعني عن الطرق واللي قاعد يصير بشوارع الدوحه، يعني ما انواع الشكاوي اللي تتلقاها من قبل الناس، من قبل المحيطين؟ خلينا انك انت بعيد عن الصحافه، كمواطن موجود في هذه الدوحه الجميله.
أنا كمقيم في هذه الأرض الطيبة طبعا من خلال متابعتي عن قرب طبعا من خلال عملي كصحفي لهيئة الأشغال العامة، فممكن أولا فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الهيئة والصحافة اللي تفضل بها، يعني كآخر فكرة انتهيت إليها في حواركم، فأنا أقول يعني من بين المؤاخذات اللي ممكن أن أتصورها كصحفي في علاقة أشغال بالجمهور عموما مش الصحافه على وجه الخصوص، هو اقتصار الهيئه على شكل واحد من اشكال التواصل وهو الصحافه الورقيه، ثم الموقع الالكتروني الذي طور اخيرا، لكن المطلوب من اشغال بحكم كون عملها اكثر ارتباطا واكثر لصوقا يعني بالمجتمع، بالمواطنين، بالمقيمين، بقضاياهم اليوميه، المفروض ان تكون اشغال اقرب ما تكون الى الجمهور، وذلك من خلال ابتكار وابداع اليات تواصليه جديده، وهذا طبعا مسؤوليه جسيمه ملقاه على عاتق اشغال حتى تعالج كثير انا مقتنع تماما انه كثير من المشاكل التي تعانيها اشغال هي بسبب ضعفها في التواصل، وارجو ان تتقبل هذه النقطه يعني كنصيحه اخويه مني لهيئه اشغال. لكن دعيني يعني اختصر، هي هناك كثير من الملاحظات عندي، نعم. لكن ارجو بسبب ضيق الوقت ان اقتصر على ملاحظتين اساسيتين. نعم. الملاحظه الاولى تتعلق بالبناء الداخلي للهيئه، فكثير من الشكاوي التي تلقيناها في جريده العرب تتعلق بان الموظفي الهيئه، لا اقول كلهم لكن حالات كثيره وردت الينا انهم غير مرتاحين للبيئه الداخليه، ونحن نعلم انه توفير البيئه الداخليه الجيده للمهندس للاطار للموظف عنصر اساسي لكي يعطي في عمله، لكي يبدع، لكي ياتي باشياء جديده، فانعدام هذه البيئه الداخليه سواء من خلال الهيكل الجديد للهيئه او من خلال التسكين، الان مجموعه من الحالات، مجموعه من التظلمات من التسكين الجديد. انا اعطي نموذج لهيئه هي مقاربه لهيئه اشغال، هي هيئه التخطيط والتطوير العمراني. لما قامت بتسكين الموظفين يعني قامت بورش مفتوحه، وانا حضرت جزء منها رغم ان الصحافه لم تكن مدعوه اليها، ووقفت كيف ان الموظفين يتحدثون بكل صراحه مع المدير العام